اتكلمنا قبل كده عن مميزات وعيوب التربية في البيئة وفي العنابر المغلقة أو المفتوحة. النهارده هقول لك بقى عن التربية في البيئة أو العنابر اللي هي المعقمة. دي من مميزاتها إن أنت بتاخد إنتاجية بمواصفات معينة، سواء إنتاجية زي مثلا البيض أو السلالات اللي هتطلع بعد كده كإنتاجية ولادة يعني، أو إنتاجية اللحم نفسه. ده ليه؟ لأن أنت بتتحكم في كل حاجة داخلة للمكان ده، مش كفكرة بس كميات، لا وكمان كمن ناحية التعقيم. يعني أنا النهارده بعمل عنبر، بتحكم في الهواء اللي داخل له، وبتحكم كمان في صفة الهواء ده عاملة ازاي، ان هو دلوقتي ان انا بنقيه تماما من اي فيروسات، من اي امراض بتتنقل عن طريق الرياح. العنبر نفسه من جوه بيتم تجهيزه بصوره معينه، ان انت كمان الاكل اللي بياكله الطائر نفسه او الحيوان. يعني انت في النهايه بتتحكم في كل حاجه بتعود على الطائر ده، سواء على صحته او على جسمه كفكره انتاج لحم، او كمان على انتاجه نفسه كانتاج مثلا سواء بيض او مواليد. وطبعا ده بيتم مع سلالات معينه او انتاجيات معينه محتاجها السوق بصوره ما، لان في الاخر الحاجات دي بيبقى ثمنها غالي جدا. يعني على سبيل المثال، مثلا في اماكن معينه مثلا بتحتاج بيض بمواصفات معينه، لان عامه البيض بتاع الفراخ ده ممكن يتنقل فيه امراض ويتنقل فيه حاجات وراثيه من الام نفسها، لو انا مثلا هنتج منه كتاكيت. ففي اماكن معينه بتبقى عايزه الحاجات دي، مش بقى فكره بس بيور او اورجانيك، لا ده كمان بتبقى خاليه من اي فكره امراض او يعني اي مشاكل. فده بيحتاج ان انا اربي الحيوان ده او الطائر دوت في بيئه اللي هي البيئه المعقمه دي، اللي بيكون فيها كل شيء مدروس وخالي تماما من اي بكتيريا او فيروسات او اي امراض. لان حتى كمان العاملين اللي شغالين في المكان ده هو بيتم كمان تعقيمهم بصوره معينه قبل دخولهم العنابر. وكمان مش فكره ان هو داخل وخارج، لا ده ممكن كمان يقعد بايام معينه جوه المكان نفسه، عشان في النهايه ما يبقاش فيها احتماليه دخول اي مرض او اي ملوثات للمكان ده. وطبعا بيبقى في عمليه يعني تغذيه بصوره تتناسب مع الحاجه اللي انت بتربيها دي. ده غير كمان ان انت حتى الاضاءه، حتى يعني كل شيء، حتى كمان الاكل كمان نفسه اللي هم بياكلوه برضه بيتم تعقيمه وبيتم تجهيزه بمعايير معينه. ففي النهايه انت بتاخد انتاجيه، سواء لحم، سواء انتاج كتكاثر، او سواء انتاج مثلا بيض بالنسبه للدواجن او غيره، بيبقى نسبة تحليله تكاد تكون شبه معدومة من أي مشاكل. بس برضه برجع أكد الحاجات دي بتتعمل لاحتياجات معينة في السوق. يعني ده حاجة مش منتشرة أو ينفع تعمل لكل الناس، لأن مش كل السلالات هحتاج إن أنا أربيها في الوضع ده. الحاجات بتبقى مثلا في السلالات النادرة أو السلالات اللي هي محتاجة اهتمام عالي جدا، لأن ده لو ما وفرتلهاش هيحصل فيها نفوق وهخسرها. طيب دي كده كل مميزاته. يعتبر من الاخر انت يعتبر كانك عامل شبه عنايه مركزه للحاجه اللي انت بتربيها، كانك بتربي زي مثلا الطفل كده في بطن امه في الرحم، هو معزول عن الحياه اللي خارجه، هو عنده درجه حراره ثابته. انت بقى الدنيا بره الشتاء حر ملوش دعوه، هو جوه مفيش امراض بتوصل له والى اخره. ف وكمان انت كمان بتتحكم في الاكل كمان اللي داخله، عشان خاطر بالتالي برضه الاكل ده ممكن يسبب له مشاكل، فانت ظابط الكلام ده هو. دي كده كل مميزاته. طب ايه بقى عيوبه؟ عيوبه ان هو طبعا بيحتاج تكلفه عاليه جدا جدا جدا، لان انت هنا مش مثلا حاجه على سبيل المثال الهواء، انت مش بس بتتحكم في نسبه الهواء اللي داخله، ولا مثلا في سرعه الرياح نفسها، لا ده انت كمان عايز تنقي الهواء ده من اي حاجه فيه تضر الكائن اللي انت بتربيه دوت. فنسبه التكلفه بتكون عاليه جدا بشكل مبالغ فيه. فعشان كده دي ما بتتعملش غير في يعني سلالات معينه او انتاجات معينه، ان هي اصلا في الاخر كمان النتاج بتاعها بيتباع بارقام كبيره.